تتخيل إنك تزور مقبرة وتشوف اللي جواها؟ مش فيلم رعب، ده واقع. الصين اخترعت مقابر من الزجاج علشان تعرض الموت. بس السؤال الحقيقي، ده حقيقة ولا قصة قص نصها؟ السوشيال ميديا انتشر فيها كلام بيقول مقابر زجاج واللي جواها باين، والبعض ربط ده بقصص مرعبة وتفسيرات دينية مش دقيقة. بس الحقيقة أعمق وأقدم بكتير. استخدام الزجاج أو المواد الشفافة في الصين مش اختراع جديد ولا فكرة طلعت فجأة. أقدم آثار للزجاج في الصين بترجع لفترة الممالك المتحاربة من أكثر من 2000 سنة. الصينيين اتأخروا نسبياً في صناعة الزجاج مقارنة بحضارات تانية، بس لما اتعلموه طوروه بطريقتهم. في مواقع أثرية زي مقبرة ينشو، وهي من أهم مواقع عصر شانغ، الهياكل العظمية معروضة تحت أغطية زجاجية أو مواد شبه شفافة. ليه؟ مش علشان صدمة ولا علشان استعراض، لكن علشان الحفاظ على البقايا. السماح للباحثين والزوار بالمشاهدة من غير لمس ولا إتلاف، ده أسلوب متحفي وأثري، مش طقس تعذيب ولا عقيدة غريبة. نيجي بقى للوقت المعاصر. في بعض المقابر الحديثة في الصين بيستخدموا أغطية زجاجية أو مواد شفافة، بس لأسباب تانية خالص: حماية القبر من العوامل الجوية، تنظيم المقابر في مساحات محدودة، وأحياناً لأسباب جمالية أو رمزية. الصين عندها مشكلة حقيقية في مساحات الدفن، فبتبتكر حلول غير تقليدية. بس المشكلة حصلت لما فيديوهات اتقصعت من سياقها وتحولت لقصص رعب. صور من مواقع أثرية، متاحف أو حدائق مقابر حديثة، واتقال عليها ده عذاب القبر في الصين، وده غير دقيق. الفكرة ممكن تكون غريبة بس الغرابة مش معناها نصدق أي تفسير. الخلاصة، مفيش شخص اخترع مقابر الزجاج، ومفيش فكرة ظهرت فجأة. دي ممارسة تاريخية أثرية واتطورت مع الزمن، لكن السوشيال ميديا حولتها من معلومة لرعب. قبل ما نخاف وقبل ما نصدق لازم نسأل: الصورة دي جاية من فين؟ والقصة اتقالت كاملة ولا لأ؟